تبارك الله ما شاء الله. الله اكبر. مساء خميس، عيد سعيد، عيدكم مبارك سعيد. باش كتمنى ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. حبينا ان احنا نطلع لكم بكشخه العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين وعيدكم سعيد ومبارك وينعاد عليكم بالصحه والعافيه. تعيدوا وتعاودوا باش ما كتمنوا ان شاء الله بصحيحه طولة العمر. واللي بغى شي حاجه بخاطر ربي حقها له ان شاء الله. دائما كل عيد كنا معكم وانتم معنا باذن الله. اخيرا رجعنا يا جماعه على بيتنا في دبي طبعا، ونمنا كتير جدا. احنا من ساعه ما رجعنا واحنا نايمين اصلا، ويا دوب صحينا يا دوب على صلاه العيد. صلينا العيد ورجعنا برضه نمنا. احنا كنا كنتسحروا، كنا كنفطروا امبارح، فطرنا في معطلي وبقينا فايقين صلينا ورجعنا نعسو. دابا عاد فيقنا الساعه ما عرفتش شحال في الساعه. ما كنشوفوش في السوايع حنايا مره، ماشي شغلنا في السوايع. انتوا تعالوا كده معانا احسن. ايوه الله كده ألذ صح. كل سنه وانتم طيبين وعيدكم سعيد ومبارك يا رب، وينعاد عليكم بالصحه والعافيه. ويا رب ان شاء الله كل واحد ما حققش حاجه قبل العيد يحققها بقى بعد العيد، ويعمل العيد ده نقطه تحول. والله رمضان للاسف عدى بسرعه ما كملش ما حسيتش به نهائي. انا امبارح كنقول لمحمود يا رب يكون باقي نهار واحد ما يكونش غدا العيد يكون، حيت والله ما عرفناش رمضان كيف داز بسرعه فائقه. احنا ما حسيناش اصلا برمضان. لا هو رمضان جه رمضان جه ومشي اصلا. احنا ما كملناش لان نص العيد طبعا قضيناه، نص رمضان قضيناه بره عزومات، والنص الثاني قضيناه في مصر. فطبعا احنا ما لحقناش. اجي فين حق العيد؟ بص بقى حق العيد فين هو؟ العب لي فدتيني حق العيد كلمه واحده. طب ثانيه واحده هي عايزه حق الملح. انا حق الملح. عايزه حق الملح. طب بذمتكم انتوا شفتوها طبخت في رمضان؟ انت طبختي؟ كلت في رمضان. انا كلت في رمضان. ايوه اديك حق الاكل مثلا. مش شغل هي حق الملح يا اخوان النسوان. انا اديك حق الاكل مثلا. ما مثلا. جابليش ما عطاني لا عيديه، ما جاب لي هديه هذا العام والو. قال لي انت ما طيبتيش. طب وانت عملت حاجه مشكلة. يا جماعه؟ طب بذمتكم يعني انا اديها حق الملح على ولا شيء؟ طب خلاص انا يعني ممكن اجيب لك لما ننزل دلوقتي اجيب لك لعبه. تمام، لعبه اطفال. حق الملح هذه حق الطفل. حق الطفل. لا نفسي حق الملح. قل له يجيب لي حق الملح. انت اصلا ما طبختيش طول رمضان؟ 3 ايام طيبت والله. نهار العزومه غدا كلنا منه. ايوه وبعد كلنا منه. انا مش عارف اصلا اديلك ايه. لا اعطيني حق الملح. اديك حق الملح. العام اللي فات جبت لي الذهب، جبت لي اللابتوب، وبنادم كان هاي. طب انت طول السنه اللي فاتت انت طبختي طول الشهر وعملتي برقوق ومرقوق وسرقوق وعملت بساطيل وعملت بريوات وعملت كل حاجه السنه اللي فاتت. لكن السنه دي انت بقى ما عملتيش حاجه صح؟ حيت ميرال ما كتخلينيش ننام يا ست برضه عشان خاطر برضه عشان خاطر ميرال. ميرال بتقول اديها عشان خاطر ميرال. عشان طيبتي انا في مصر. في مصر؟ عملت لهم كرقاع معمر. لا والله معمر كرقاع. التمر المعمر اللي انت ده يعني هم اصلا ما رضيوش يخلوك تدخلي المطبخ. يعني ما شاء الله يعني جماعه انا العزومه ديالي ما خلاونيش ندخل. حتى العزومه بتاعتها هم اللي طبخوا. قلت لهم انا نطيبكم مغربي، قالوا لي لا ما تدخلش الكوزينه خليك مع ميرال. انت المفروض ان انت كده ضيفه. تمام، فالضيفه عندنا ما تدخلش المطبخ لمده 7 ايام. عندنا في الصعيد واحنا كده 7 ايام. جلسنا 7 ايام وجينا بحالنا. ولكن انا ماشي جلست ما مشيتش جالسه ما عملت معاهم والو حشومه. يعني كنت كنعاون ولكن الطياب ما رضيش والله العظيم يخلوها الطيب، لان قالوا لها احنا عندنا عيب ان الست الضيفه لمده 7 ايام ما الضيفه بالطفل. يعني ميرال كتبكي بزاف انا 24 ساعه. ايوه صح يا اميره. فطبعا احنا مارسنا الطقوس بتاعتنا عليها. خلاص يا اميره هتهديها والله. خلاص هديها. اميره بتتعصب لما بتعصب ميرال خلاص. يعني بص العرق الصعيدي ما نازل فيها اوبشن نازل فيها. المهم كل سنه وانتم طيبين. حبينا ان احنا نطلع لكم كده نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. والله ان شاء الله تعيدوا وتعودوا ان شاء الله. باش ما كيتمنى اي واحد، باش ما كيتمنى اللي في قلبه واللي في خاطره ان شاء الله ربي يحقق له في هذا العام. وان شاء الله كل عيد وانتم مزيانين، وكل عيد وانتم بخير، يا رب يعم السلم والسلام في بلادنا كامله العربيه. اللهم امين يا رب. دايما يا رب نشوف دايما بلادنا كده في امن وامان. العيد ما يجي نكونوا في المغرب يا رب ان شاء الله باذن الله. العيد الجاي ان شاء الله باذن الله نكون في المغرب. نعيد في المغرب باذن الله. احنا عيدنا في مصر في المغرب. لسه احنا معيدين هنا في دبي. جينا معيدين لوحدينا. احنا معيدين معاكم. جينا باش نعيدوا بوحدنا. جينا عشان خاطر نعيد. كافيين نعسوا جرينا باش نجيو نعسوا. لا والله العظيم فعلا ما عملناش حاجه غير ان احنا جينا نمنا وصحينا لقينا العيد على طول. يعني حتى العيد على طول جه على طول تاني يوم. والله فكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما
في تقدم وازدهار الحمد لله بلادنا العربيه يا رب، وربنا يديم الامن والامان على بلادنا يا رب. اللهم امين يا رب. ما ننساش الناس اللي كتبوا لنا تعاليق مزيونه بزاف والله العظيم. انا فرحت بزاف التعاليق ديالكم ديال الاهل ديال محمود وعلى حماتي اللي هي ماما ديال محمود، كلشي كيقول لها الله يعمرها صلعه والله هي هانتوما باين عليكم سكر. يمكن احنا ما ظهرناهمش قبل كده. لا هي كانت معانا في هنايا في الامارات، كانت معانا جلست معانا شويه ولكن ما وريناهاش، ما كناش كنظهروها، ولكن هي كتجي عندنا وكنمشيو عندها يعني ما كنبقاوش المده كامله حنا بعيده عنا. ضروري ما كيتوحشها محمود يقول لها تيكت سفر واجي. ناس كتير سالت فين اهل محمود، حيت انا شافوا اهل ديالي فقالوا له تينا اهلك هما فقلنا نوريهم، بس فحبينا ان احنا نوري لكم اهلنا وما شاء الله كلهم مواهب. محمود العائله ديالو كامله مواهب. العيله كلها موهوبه يعني الحمد لله. عندنا بسم الله ما شاء الله عندنا مواهب في العيله جميله جدا. كلهم فرفوشين، كلهم دمهم خفيف، كلهم بيضحكوا، كلهم بيهزروا، مش صعايده بقى ومقفلين وناشفين بقى زي ما الناس. فحبينا ان احنا نوري للناس كمان الصعيد بتاعنا عامل ازاي، واهل الصعيد مش ناس بجلاليب كده وبتاع مش عارفين ناشفه، لا في عندنا ناس فكه وجميله ودمهم خفيف وبيضحكوا وبيهزروا. مش اهله بس يعني. كل الناس يعني الحمد لله. الصعيد كلشي عسل وكاين الناس متابعينا بزاف من المنيا والصعيد زعما كيقولوا محتواكم جميل. هادشي كنفتخروا فيه وكنحطوه على راسنا. الصعيد غير دلوقتي، الصعيد اتحضر دلوقتي واتمدن وبقى كله دلوقتي حاجات جميله، مولات وكل حاجه جميله يعني. خلاص بقى الصعيد بقى زي القاهره دلوقتي يعني ما فيش حته التزمت. يمكن مريم شافت حاجه زي كده. انا اصلا اول ما مشيت ماشي دابا، المره الاولى اللي مشيت انا تصدمت. هذه هي الصعيد. دابا يعني صافي كنت متعوده على المنظر هذا. في الاول تصدمت قلت له حنا كيجمع الله الصعيد الجلابيه وديك الشيء وديك العكاز كلشي عيضرب فيا هيطخوني. مش عندنا الكلام ده الحمد لله يعني. ربنا يديم علينا نعمه الامن والامان في بلادنا الحمد لله يعني. بس ايه رايكم يا جماعه في الكشخه بتاعت مريم؟ لا نعم سيدي. الجلالب كنلبسهم بصعوبه مع مرار، ولكن حاولت انني نلبسها. كلشي كيقول لي علاش ما كتمشي الجلابه في المنيا وهذاك. انا مرار ما كتخلينيش نلبسها. هادشي كتنتفوا لي كامل. انا ميران ما كتخلينيش نلبس هادشي كتنتفوا لي كامل. فعلى داكشي انا ما كنلبسش الجلالب، فعلى قلبي نلبسهم. يلا نوريكم الاوتفيت ديالي. لا والله. وانا كمان لبست الكشخه المغربيه بالبلغاء. طبعا الطقم بتاع كامل يا باشا. هذا الطقم ديال العيد. العبد لله مسك الحديد تنام. تبارك الله عليك، تبارك الله وما شاء الله. الله اكبر. تا خميس. حبينا ان احنا نعمل طله مغربيه كده. هنغير دلوقتي بقى نلبس بقى ايه لبسنا عشان خاطر نطلع بره بقى نقابل اصحابنا وحبايبنا باذن الله. وان شاء الله باذن الله نبقى نتصور لكم بره لما نطلع بقى نقابل اصحابنا في الستايل الجديد باذن الله. ان شاء الله. ما بلاتي كل ايه ايوه ايه بلاتي حاجه مهمه. في نهايه هذا الفيديو ما تنسوش من اللايك والسبسكرايب. لا شبرتينا. هو ده المهم. لايك العيد. لا ساعات خلاص. لا كده بتاع العيد. كل سنه وانتم طيبين وعيدكم مبارك يا رب عليكم جميعا. وبكتبوا لنا بقى في التعليقات بقى ايه رايكم في الستايل المغربي اللي احنا عملناه. وباذن الله كمان شويه ممكن ان احنا نغير بقى نلبس ستايل مصري. احنا جايبين ستايل مصري اصلا لسه ما حدش شافه. هننزله على الانستجرام باذن الله. هننزل الصور على الانستجرام. حاجه كده فولكلور مصري جميل. روعه. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم الفيديو الجاي. باي.